أكثر من 5 سنوات وهي تعمل للتفريق بين المرء وزوجه. أكثر من 5 سنوات وهي تصل ليلها بنهارها من أجل إيذاء الناس بسحرها الأسود الذي هدم حياة الكثير من الأسر. إنها الساحرة الإفريقية التي نجحنا بتصويرها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، التي نقدم لها التحية والتقدير لتعاونها اللامحدود في إيصال الرسالة الإعلامية بما يخدم الصالح العام للمجتمع. وها نحن وبعد قرابة 6 أشهر مارسنا خلالها جميع الحيل والطرق في تتبع الساحرة الخبيثة التي كانت تتنقل من منزل إلى آخر ومن إمارة إلى أخرى، حتى استطعنا أن ننال منها قصة رصدناها بتفاصيلها الدقيقة. تمام 5 عصرا تصل مركبة على متنها مصور أخبار الإمارات كي تتمركز في زاوية يستطيع من خلالها المصور رصد كل شاردة وواردة، لكن ليس وحده، بل هناك مصور آخر افترش مؤخرة المركبة التي سيتم استدراج الساحرة الإفريقية إليها، و6 كاميرات أخرى انتشرت في كل مكان. لحظات حبسنا الأنفاس فيها، فالساحرة متمرسة وتعمل منذ نعومة أظفارها في هذا المجال. نصف ساعة من الانتظار يصل بعدها شاب إفريقي شديد الدهاء ليستطلع الوضع، ثم يأخذنا إلى مقر الساحرة. وبعد شد وجذب بين أن تنزل إلى مركبتي أو أصعد أنا إلى وكرها، بلعت الطعم أخيرا واستقلت المركبة المرصودة من كل جانب. ثم بدأ الحديث حول المعجزات التي تستطيع أن تقوم بها من زيادة في الرزق والعمر وحفظ من السوء، وهي أمور لا يستطيعها سوى الله عز وجل، لكن السحرة يدلسون بها على ضعاف العقول وأصحاب النفوس المريضة، الذين لو أعملوا عقولهم قليلا لعلموا أن الساحر لو يملك الضر أو النفع لأغنى نفسه وما احتاج من الناس شيئا، ولتقلد أعلى المناصب والرتب. كم تحصلين شغل؟ يعني فلوس كم؟ هذا أنا نحصل، أنا نودي الناس كمان مساعدة الناس عليكم. أي والله. كم تأخذين يعني على كل واحد حسب النية ولا حسب شو يعني؟ لا إلا أشوف كيف أشموني هنا أنا نسوي الدعاء وبعدين نشتري خروف نسوي صدقة بس. مسكينة هذه الساحرة، فقد خافت أن أشاركها في عمليات النصب، وادعت زورا وبهتانا أنها تبتغي من وراء عملها هذا الخير ومساعدة المحتاجين. وحتى نعلم صدقها من كذبها على أعين الملأ طلبنا منها عمل حجاب صغير كي يتزحزح الراتب من مكانه، ومرة عن مرتين حجاب آخر كي يحصل أخي على وظيفة مرموقة ومريحة، شرط أن يبقى نائما في البيت دون أن يرهق نفسه في البحث عن عمل. إذا أنا سويت الدعاء هم زيادة فلوس عليك، بعدين أنت وديني بالأمانة. حلو. إيه؟ أنا ما أعطيكي إلا بعد ما تسوي. أيوة إن شاء الله. زين، وأخوي نفس الشيء؟ لا، أخوك لازم هم يدفع شوية بعدين يصير زين كمان هم يدفع. كم باقي؟ كم بسوي لنا ديسكاونت يعني؟ لأني أنا مو أول الحين هاي ما أخذ عندك شهادة. إيه نعم. كم تاخذين؟ أخوها قال لي يودي 6,000. إذا هاي يحصل دوام زين خلاص بعدين كله كم يجيبوا ما في مشكلة. تناقض عجيب، فرغم أنها ادعت من قبل أنها لا تتقاضى أجرا على عملها، عادت سريعا في كلامها وطلبت دفعة من المال، وما أن رأت الأوراق الزرقاء تتقلب بين اليدين حتى بدأت تهذرب. الحمد لله رب العالمين. كم سنة شوف أني هنا قبل أنا جيت الإمارات هنا والله لازم ما في واحد يعرفني. أنا شوف واحد بس مريضة سويت الدعاء خلاص كل شيء يصير زين، كله هاي يهبر هذا يهبر هذا تاني يهبر هذا واحد ورا واحد، عشان كده داهي الناس يعرفني. وما أن تنغنغت الساحرة بالدراهم وهمت بالنزول، حتى كان رجال الأجهزة الأمنية في انتظارها.
وباستكمال الإجراءات القانونية في الموقع ثم اصطحاب الساحرة لمنزلها لتفتيشه كانت الصدمة المدوية. مئات الأعمال والأسحار المتنوعة من سحر للتفريق وسحر للجلب وسحر أسود وغيرها من الأنواع التي فجعنا عندما رأيناها. كمية مخيفة من الأعمال التي كانت تربط مئات من البشر، كهذه الأقفال التي تهدف لمنع الزواج، وهذه الأحجبة التي مزج بها القرآن بتعاويذ ونجاسة. هذا عدا عن عشرات المصاحف التي مزقت أوراقها من أجل ممارسة السحر، وجلود للثعابين والسحالي دخلت الدولة على هيئة حقائب، وأكوام كبيرة من الملابس الخاصة التي تحمل أثر أناس مساكين لا يعلمون بأن هناك من يعمل على إيذائهم، بل هناك أحذية لأطفال أبرياء يعلم الله ما حل بهم، ومسابح وعلب بالمئات للبخور الذي يستخدم في استجلاب الجن الذي حاولت بطرقها الخاصة إرهابنا به، ولكن الله هو الحافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعد ساعات طويلة من العمل واستدعاء رجال الدين لإبطال الأعمال الشيطانية، رحلت الساحرة في ضيافة رجال التحريات حتى تحصل على جزاء ما اقترفته يداها. ويبقى الأمل في كل من يعلم شيئا عن أمثال هؤلاء السحرة بأن يبلغ عنهم الجهات الأمنية، فهم شر عظيم يجب اجتثاثه من فوق هذه الأرض الطيبة.